إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للسؤال الأول ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، نقول أن التصوير الفوتوغرافي من مسائل الخلاف عند العلماء، وهو من النوازل الحادثة. منهم من يقيس على أصل التصوير الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة من السنة، ومنهم من يقول إنما هو صورة خارجة وإنما هي من النوازل، كحبس ظل الإنسان وصورته، وهو شيء لم يخلقه الإنسان، وإنما هو تثبيت لصورة الإنسان كما هي يمر عليه الإنسان في المرآة، فبدلا من أن تكون عابرة تكون في ذلك ثابتة، وكذلك أيضا كالصورة التي تكون على الماء، وإنما زيد في ذلك هو تثبيتها فلا علاقة للإنسان فيها، فهو نوع من الحبس. وهذا الذي أميل إليه، أن الصور الفوتوغرافية هي من الصور المباحة في ذلك، ولكن ينبغي أن نقيد ذلك بقيود وشروط. الشرط الأول في ذلك ألا تعلق وألا تنصب، وإنما قيدنا بذلك مع قولنا بإباحتها بألا تنصب أن نقول أن نصبها يدفع إلى شيء من التعظيم، والتعظيم في ذلك محرم أيضا في الشريعة ولو كان دافعه في ذلك مباح. الأمر الثاني لا يتحكم بها الإنسان، لا يتحكم الإنسان بهذه الصورة بمعنى أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل على هذه الصورة، والتغيير في ذلك إما تغيير الألوان البشرة بحيث الإنسان بدلا من أن يكون لونه أبيضا يكون أسمرا، أو بدلا من أن يكون صغيرا يجعله كبيرا أو نحو ذلك، فنقول إن هذا من التحكم في خلق الله عز وجل ومن التجاوز، فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا. وكذلك أيضا نقول إن الإنسان من باب الحياطة والخروج من الخلاف أن يستعملها بالحاجة، وأن لا يكون في ذلك شرف في مثل هذا الأمر بحيث ينشغل الإنسان، فهو ضرب من ضروب اللهو، وإلا فالأصل في ذلك هو من الأمور المباحة التي يأخذها الإنسان بقدر، فإن جاوز في ذلك فيدخل في دائرة المحظور، والمحظور على مراتب، أدناه ما يتعلق بالإغراق بالمباح، ثم بعد ذلك المكروه، ثم بعد ذلك المحرم، والمحرم على مراتب منه الصغائر ومنه الكبائر. شيخنا، أنتم ذكرتم من يغير في هذه الصور، يعني البعض قد مثلا يصور لنفسه صورة ثم ما يسمى بالفوتوشوب، يعني يعمل ليس يعني مثلا للتغيير، لكن لجعل الصورة أفضل وأنقى، يعني وقد يضيف لها بعض المؤثرات. نقول التأثير على الصورة الفوتوغرافية هذا التأثير على نوعين أيضا. نوع في ذلك يتحكم في أصل الخلقة، أصل التحكم بأصل الخلقة هذا مما لا يجوز وهو تغيير في خلق الله. وأما ما يتعلق هو إرجاع للصورة إلى أصلها من الشائبة التي عرضت لها، وهذه الشائبة تكون مثلا بضعف آلة التصوير ونحو ذلك، فأراد أن يعيد الصورة إلى أصل خلقتها. فإذا كان يريد أن يعيد الخلقة إلى أصل الخلقة التي أوجدها الله عز وجل، نقول هذا مما لا بأس به. أما إذا كان التعديل في ذلك هو تغيير للصورة الحقيقية الموجودة ولو كانت تحسينا في أعراف، فإن هذا يدخل في دائرة المنهي عنه، وهو نوع من التحكم في خلق الله عز وجل، يخرج الأمر من حبس مجرد للصورة الثابتة التي خلقها الله عز وجل إلى صورة مغايرة في ذلك. والتحريم يشتد كلما غير الإنسان الأمر إلى عن خلقة الله عز وجل، اشتد التحريم حتى تصبح الصورة مغايرة للواقع، حينئذ تدخل في دائرة اللعن والتشديد في ذلك.